تعرف ان في كائنات بتشرب دم بكميات ضخمة جدا لدرجة انها من كتر الدم ممكن تنفجر وتموت. رقم واحد ديدان العلقة، بتعيش في المياه وبتتغذى على دم الحيوانات. عندها 3 فكوك بأسنان حادة بتفتح بيها الجلد، وبتمتص كمية دم كبيرة بتعادل 5 أضعاف وزنها. بعد الوجبة الكبيرة دي تقدر تعيش لشهور من غير أكل، لكن لو كانت كمية الدم زيادة عن اللازم ساعتها جهازها الهضمي ممكن ينفجر وتموت. 2 القراض، بيعيش على دم الكائنات لمدة أسابيع كاملة، وبعد شرب الدم بيزيد وزنه لأكتر من 200 مرة. بيفرز مادة بتمنع تجلط الدم أثناء المص، لأنه لو تعرض لضغط أو امتلأ بزيادة هينفجر فعلا. كمان الدم الكتير بيخليه عرضة للطفيليات والموت. 3 البعوضة، الأنثى بس هي اللي بتمتص الدم علشان تنتج البيض، وبتشرب كمية كبيرة قد ضعف وزنها تقريبا، لكنها بتتميز إنها بتمتلك حساسات بتقيس الضغط، لكن لو شربت أكتر ممكن بطنها تنفجر. وبعض الأنواع اللي بتستمر في مص الدم بتموت مباشرة بسبب الضغط الزائد. 4 البق القاتل، واللي بيمتص كمية دم بتساوي تقريبا قد وزنه، وبيهاجم البشر بالليل خصوصا حوالين الفم والعين. لو شرب كمية كبيرة من الدم جسمه هينتفخ لدرجة انه ممكن ينفجر، وكمان اعضائه الداخلية بتتقطع من الضغط. الغريب بقى ان رغم كل ده بيكمل شرب حتى لو ده هيقتله. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.